الحل بيكون في الوعي، والحل بيكون في العلاج، اني اعترف اني مجروح، وان اول خطوة للشفاء اني ابقى عارف انه غياب الاب مش خطأي، ده ما كانش خطأي كابن، وانه الاب نفسه يبقى شايف انه حتى لو عمل هذا الشيء لسبب اكبر منه ده لا ينفي انه ابن الجرح. ودي بداية بناء الصورة الصحية، ان احنا نقطع الخط او الفكرة اللي بتقول انه لو انت ابوك غايب يبقى انت ما تستحقش الحب. لا، انت تستحق، وابوك كمان بالمناسبة يستحق. الاب الغايب مش مجرد مكان فاضي على السفرة، هو جرح بيكبر معانا كل يوم، ولكن الجرح ده ممكن يتحول من علامة لدرس، من نقطة ضعف لنقطة قوة لما انت تقرر. اي اب او ام حاضر وعايش عنده فرصة انه يفتح صفحة جديدة مع ابنه دلوقتي، النهاردة، في اللحظة دي، ارفع سماعة التليفون واعتذر عن اللي حصل حتى لو كان له منطق، وانت اعمل اللي عليك وشوف اللي موجود حتى لو الجرح لسه موجود. شوف هنا ودلوقتي ابوك بيحاول يقدم لك ايه، شوف السند والونس اللي موجود دلوقتي. لو عندك فرصة تقابل ابوك الغايب او الميت لمدة دقيقة واحدة، فكر كده عاوز تقوله ايه.